السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد لنهار اليوم من مطبخ هادي. اليوم إن شاء الله راح ندير معكم هذا المسمن يجي مورق ويجي خفيف ويجي محمر. راحوا نشوفوا الوصفة مع بعض. هنا درت 5 كيسان تاع السميد رطب، وضفت لهم نصف ملعقة ملح، وضفت لهم نصف ملعقة سكر. داك السكر يخليه يجي مقرمش ويجي محمر. ونبدأ نلم بالماء، الماء عادي. إذا كان الحل بارد تقدروا ديروا ماء دافي فقط، يكون دافي ما لازمش يكون سخون باش ما يخسر لنا العجينة. نبدأ نلم كما راكم تشوفوا بالماء حتى نلم العجينة تاعي. تنساوش اذا ما نكونش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد نحطه في القناة. نكملوا في الوصفة نتاعنا. هنا راني نلم في العجينة نتاعي كما قلت لكم، نديروا ماء عادي ونبداو نلمو ونديروا الماء بشويه، ما لازمش نديروا بزاف من الاول. لا لا، نبداو نديروا الماء تدريجيا ونلم العجينه حتى نتحصل على عجينه طريه كما راكم تشوفوا ومتماسكه، ما تكونش مطلوقه بزاف وما تكونش يابسه. هنا نروح نغطيها ونخليها ترتاح حوالي ربع ساعه هكا، ونعاود نرجع لها ونبدا نعجن فيها كما راكم تشوفوا. نكرر هذيك العمليه مرتين كما راكم تشوفوا. شوفوا العجين تاعنا بدا يتحسن، المنظر تاعو يولي املس ويولي العجين تاعنا خفيف. والعجين هذا قد ما تخليوه يرتاح قد ما يكون ناجح معكم المسمن هذا. هنا بعد ما عجنتها دوك نروح نشكل كويرات باستعمال الزيت. ندير كويرات كما راكم تشوفوا، ندير كويرات متساوية الحجم ونرصهم في صنيوة. انا 5 كيسان هذا نتاع سميد رطب داروا ليا 7 حبات مسمن. نبدا ندهنهم بالزيت كما راكم تشوفوا، نشكل الكويره وندهنها بالزيت ونحطهم في صنيوه، ومن بعد نغطيهم بكيس بلاستيكي باش ما يضربهمش الهواء. ضروري تغطوهم ما تخليوش الهواء يقيسهم، ونخلوها ترتاح حوالي نصف ساعه. هنا شعلت النار ودرتو النار تكون متوسطة ونقصوا النار تاع الوسط. هنا عندي حبة بصل وحبة فلفل وحبة طماطم قليتهم ومن بعد رحيتهم. هنا عندي كمية من سميد رطب وعندي سمن ذوبته وبردته ما يكونش سخون لازم. هنا نبدأ نحلف هذيك العجينة نتاعي كما راكم تشوفوا بالزيت، نحللها ونحللها في الجوانب. في الحاشية لازم نحلوها باش ما يكونش المسمن تاعنا غليظ. نرققه مليح كما راكم تشوفوا، وندير هذاك السمن باش يعطينا هذاك التوراق مع رشة نتاع السميد كما راكم تشوفوا. تقدروا ديروا الزبدة تذوبوها وتخليوها تبرد شوية، او ديروا السمن، هذا الشيء يبقى اختياري. ونطبقوها كما راكم تشوفوا، نطويوها. نزيد ندير من الاعلى وندير رشة من هذاك السميد، ومن بعد نزيد نطويها ونروح نحطها بجهة، ومن بعد نجيب حبة اخرى. شاهدوا الفيديو من الاول حتى التالي باش تستفادوا وتاخدوا كامل اسرار نجاح المسمن. المسمن ما كاش اسهل منه، فقط يبغي العجينه ترتاح. تقدروا تنوضوا الصباح تعجنوه وتخلوه يرتاح، بعد ما تكملوا شغالاتكم تلقاوه ارتاح، ومن بعد تخدموه شويه يجيكم مسمن ما شاء الله
المهم هنا حللنا الحبة الثانية كما شفتوا معنا، ودرت لها نفس الطريقة اللي درتها في الاول. ندير هذيك رشة نتاع السمن، ومن بعد ندير رشة نتاع السميد رطب كما راكم تشوفوا، ومن بعد نجيب هذيك اللي طبقتها في الاول نعاود نحطها في الوسط، ومن بعد نطبق عليها العجينة اللي تحتها كما راكم تشوفوا، ونزيد ندير لها شويه سمن هكا باش تجينا مورقه، ونطويها ونروح نحطها بجيه حتى نكمل كامل الحبات اللي عندي. وهنا نروح نجيب هذيك الحبه نتاعي كما راكم تشوفوا، ونبدا نحلل فيها من كامل الجوانب هكذا بالزيت، ومن بعد نروح نحطها الطيب، في طاجين يكون سخون كما راكم تشوفوا، ندير عليه رشه نتاع الزيت هكا باش ما تلتصق ليناش هذيك الخبزه. النار تكون متوسطه باش هكا يجينا منفخ ومورق، ما لازم تكون ناقصه، نديرو النار على نار متوسطه، ونبدا نطيف فيها كما راكم تشوفوا. كي نشوفها تحمرت من التحت ونروح نقلبها. شوفوا جا واحد اللون ما شاء الله. نروح معاكم دركا لهذاك لاصوص اللي درناه، اللي قلت لكم حبه طماطم وحبه بصل وحبه فلفل، قليتهم مليح ومن بعد ريحتهم نديروا هذاك المحاجب نتاعنا. درت حليت الخبزه كما راكم تشوفوا، درت فيها داك لاصوص وطويتها، ومن بعد نروح نحل وحده اخرى ونحطها فيها، ندير نفس الطريقه اللي درتها في المسمن. ما تخافوش من المسمن ساهل ماهل، فقط يبغي الوقت، يبغي يرتاح، يعني تنوضي الصباح تعجنيه وتخليه يرتاح حتى تكملي شغلك، ترجعي تلقاي هذيك العجينه ارتاحت وشدت روحها، تبداي تعجنيها شويه وديريه يجيك مسمن ما شاء الله مورق. هذه هي النتيجه بعد ما كملتهم كامل. شوفوا جاو روعه روعه روعه، جا مورق، جا بنين. شوفوا هذاك اللون الذهبي ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوه وتكتبوا لي في لي كومونتير، وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ديروا جيم، واذا ما كنتوش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.